يتصدى الحارس النميبي كازابون ريتم راح نروح اخرى النسور لعبت بالكامل على المستوى في فرق من اليد البدنيه تحت البار وجاب الحارس كره ثانيه تيجي مباشره ترجع الكره من بسيط الأولاد يدخلوا الآن في الكان مع بداية الشوط الثاني. ليفوسي عيسى العيدوني يعود المنتخب متماسك وتواجده في الوسط. عيسى لاعب فريق يونيون برلين في الشامبيونز ليج. عيدوني متصل قاعد برافو ليفوسي في الشوط الثاني. تمشي الكرة للهجوم يوسف مريا ما تفنى رجال يا مريا سر محمد منتخب التونسي يضغط تشكيلة عمرها ما لعبت بهدف الخبرات او هدف من هناك هو من الاخران تاع كسر ماهوش رجال سبعة متر ارجع ديالك هم يتماشى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندنا في القناة ديالنا ايشينتو. ما تنساوناش بالتعليقات واللايك ان شاء الله. احنا معكم الان الكان في الالمان مع خوتنا توانسه لاعبين واحد الماتش واعر عندهم الاولاني ديال ناميبيا. جينا نحضروا معاهم ونشجعوهم وحتى هما تيشجعوا المنتخب المغربي. وكما كتعرفوا احنا العرب كاملين بغينا نكونوا هنا خوت وديما تنشجعوا بعضياتنا. الاخ الكريم شنو الاسم ديالك؟ الياس خويا تونسي بعدا هنا النادي الافريقي. يا سلام تبارك الله عليك خويا. ندخلوا للمنتخب ديالكم ان شاء الله. المنتخب ديال تونس شنو بان لك بروميير ميطون؟ يعني كيفاش بان؟ هو طرح سهل. ناميبيا هما الكون بلا ما تعصب. لا طرح سهل. صعبنا على رواحنا، صعبتوا عليكم يعني. الميليو تيران ما يخدمش، ماهوش خادم جمله كلهم يعني ما نساوي كوره نساوي كيف يعني ما كاينش ذاك الانسجام. علي معلول هذه القوش مع الاهلي المصري ما شاء الله معناتها طالع هابط تو وقت. نعم فهمني مريح ما شاء الله. صفر اغلاط 7 اغلاط في ميتان. احنا شوف احنا دابا نهضروا غير بعام بالنسبه ما تتبانلكش ناميبيا بحال اللي دخلت في الاول بحال اللي كانت خايفه ومن بعد عطينا الكونفيونس الثقه مع الوقت سريعه في اللعب ديالها وداك الشيء اللي خلى الفريق التونسي بحال اللي متباطئ وخلى فراغات يعني في الاخر. شنو بان لك في هذا الشيء؟ صحيح هي ناميبيا دخلت خايف. نعم. شفت ال10 دقائق الاولى ما عملت شيء. نعم. تستنى في تونس عطاتها اللعب قالت تفضل الكره العب. نعم. بيان سور باش ياخذوا بالكونفيونس بشويه ولاو يلعبوا. نعم. ولاو عملوا فرصه اثنين خذوا الكونفيونس. نعم. ولاو يطمعوا في الماتش من الاول داخلين قال لك خاسرين الماتش. يعني انت في نظرك دوزيام ميطا تكون بحال الاولى ولا عاد غادي تغير؟ على ما تنظن انا بان تونس يعني راه فهمت الدرس ديال مصر وديال الجزائر وديال موريتانيا الاخراني. واش غادي تبدل اللعب ديالها او هي هذه خطه يعني بحال اللي نوموا هذاك ناميبيا ودوزيام ميطا يدخلوا بواحد الريتم شويه طالع؟ لان ناميبيا واش غادي تلعب بنفس الريتم ولا لا؟
هذا هو السؤال اللي يتطرح. كي ما يصيروش دي شونجمون باش تلعب بنفس الريتم، مش باش يفيقوا لي جوار باش يلعبوا بنفس الريتم. ان شاء الله ان شاء الله دقيقه 60 65 يصيروا 2 3 شونجمون ان شاء الله. اذا احنا نكونوا متفائلين ونقولوا ان شاء الله ونغدروها تونس فوق ديما 80. تونس ديما رابحه ان شاء الله، والمغرب ان شاء الله غدوه ان شاء الله. ديما مكشخه ياك تقولوا لي ياك كشخه درجي كشخه درجي ترجي الافريقي النادي الافريقي. تبارك الله عليك. المهم شكرا خويا، تبارك الله عليك، الله يحفظك. الله يخليك الله يخليك. اخوان اخرين اوكي السلام خويا عزيز، تبارك الله عليك، فرصه سعيده. توانسه اليوم ناشطين ان شاء الله، غادي تماركا البيت وغادي تغيبوا ان شاء الله. ديما تونس ديما تونس. تبارك الله عليك. شنو بان لك في الماتش بروميير الماتش اللي بان لي انه تونس خلت مساحات في الدفاع، يعني كما قال 10 دقائق الاولى، ونفس اللي حكى خونا قبلنا بتاع النادي الافريقي. نعم 10 دقائق الاولى نحن خلينا مساحات في الدفاع اللي صاروا فيهم زوز فرص. نعم. والمنتخب الناميبي اللي خلتهم ياخذوا ثقه في رواحهم. نعم. وكي خذاو هما ثقه في رواحهم جات الاصابه نتاع الخنيسي. نعم. اللي احنا زاد في تونس عندنا مشكله نتاع النوف رقم 9، يعني نعم. مهاجم صريح. نعم. احنا في تونس ما عندناش مهاجم صريح. نعم. من مده ما عندناش حتى مهاجم صريح، يعني يحط الكره في الشبكه. هذا ما احنا شوف، احنا ما نمشوش تقني تيحلوا قنوات اخرين احسن منا احنا او هذا. ولكن انت كي تيبان لك الماتش، واش تونس داخله باللعب ديالها اللي مولفه كتلعبوا، او هي هارب ليها اللعب ديالها؟ او حسب ما شفت انا في الشوط الاول تونس يعني ماهيش ركزه، يعني كيما مولفه كتلعب. ناميبيا خذت علينا اللعب، وكما نقولوا نحن خذاو علينا الكره وخذوا علينا. ولكن الملاحظه هي احنا تنعرفوا بان تونس ديما كتبدا في الاول بشويه يعني واخا هاد الماتش ما تيخلعناش. حنا بالنسبه لنا كمشجعين ومتفرجين في تونس تنعرفوا تونس كتمشي بالتدريج، كتمشي مره دقه وهذا الشيء لاحظناه بزاف ديال لي كوب افريك. صحيح. انا ترشح تونس غتلعب الفينال مع المغرب ان شاء الله. ان شاء الله تونس المغرب فينال، وكي عند تونس كي عند المغرب مكشخه بطل تونس. تبارك الله عليك. ديما تونس. تبارك الله عليكم. صحتكم خويا. الله يحفظك خويا. خويا انوار ديالنا معلق الرياضي المشهور عندنا هنا دورتموند. تحيه لخونا هذاك في اسبانيا، شو اسمه؟ الماضي مزيان. شوف الله كان في الالمان ان شاء الله. لا كان في الالمان. بلبل ياك اخي انوار، قول لي كيف لك بروميير ميطون؟ بريمير ميتون ما كانش كي طقس الالمان تحت الصفر. ياك لا اشرح لي هناك. تيبان لي بحال اللي كانت ناميبيا سريعه، كان تباطؤ كثير في اللعبه، بحال اللي تقال بزاف. علاش زعما؟ الحمد لله اللي ما قبلناش الشوط الاول، شانس كبيره باش نربحوا الشوط الثاني، خاطر 1-0 ناميبيا ترونكيل كانت. ولكن هذيك فرات تنقدروا تغلبوها ب 1-0، ولكن في كوت ديفوار لا باش نربحوا الشوط الثاني ان شاء الله. باش نربحوا الشوط الثاني. الشوط الثاني باش نربحوا ان شاء الله. 2-0 2-1 اقل شيء باش نماركيو. مزيان التفاؤل مزيان. خويا اش نقول لك، حنا تنشجعوا تونس كما توانسه تيشجعوا المغاربه. 1 2 3 فيف لا تونيسي. المغرب تونس كلشي. وريني هذاك اللعيبه النسر ديال هذا نسر باش يخرج دابا يحلق. انا عارف خويا انوار راك ديما يعمل اتاي مغربي في كوت ديفوار ان شاء الله ان شاء الله.
الماتش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ملي كمل الماتش دوزيام ميطون تنشوفوا ان الجماهير التونسيه مستاءه من المقابله ومن اللعب ديال المنتخب ديالها. ما كانتش تتوقع الهزيمه، كانوا تيتوقعوا بان على الاقل 1-0 او 2-1 مثلا، ولكن الاداء ديال المنتخب التونسي كان فيه واحد الفرق واضح ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. والشوط الثاني لعبوا بواحد السرعه او هذا، ولكن ما كانش فعاليه في الهجومات، ما كانوش اهداف، ضيعوا بزاف ديال الفرص، كان تثاقل في الدفاع. شنو تيبان لكم اخويا في هذا الماتش كيفاش كمل كيفاش هذا؟ المهم على اي تفضل. اول حاجه السلام عليكم. وعليكم السلام. ثاني حاجه يعني المنتخب التونسي خيب الامال اليوم، لكن هذا الشيء متعودين به الصراحه، يعني خاطر المنتخب التونسي عندنا مشكله كبيره اللي هي احتقار الخصم. ياك نحن ما نعطيوش القيمه الحقيقيه للخصم، تنحقروا ديما الفرق الصغار، تنعطيوهم ما تنعطيهمش الحجم ديالهم، ما نتعاملوش معهم كالفرق الكبار، ما نحترموهمش، وهذه هي الحاجه اللي تخلينا نخسر. وهذه هي الحاجه اللي في العشرة دقائق الاولى نحن كي دخلنا العشرة دقائق الاولى في اللعب كانت المساحات باينه في الدفاع، اللي هي من اول 10 دقائق ناميبيا عملت علينا فرصتين، الضغط ديالها تعاملت بهم الضغط وخذت بهم الثقه في روح، هذا حكينا فيه. بعد صار هو مع رجوع الشوط الثاني هبط عيسى العيدوني اللي هو لاعب يعني متوسط ميدان دفاعي، بيفو لاعب ارتكاز اللي هو وظيفته دفاعيه، لكن ما عندوش يعني النزعه الهجوميه كما نقولوا، لاعب بطيء. سكرنا المساحات صحيح، ولكن ما كانتش السرعه موجوده في بناء الهجمه، ما كانش بناء الهجمه صحيح، يعني ما كانتش الفاعليه جمل. انا علمت بان المنتخب ديال تونس كان عنده الدفاع ثقيل، الدفاع ثقيل، هذا هو اللي حكيت لك عليه. واش العامل كان ديال الجو مثلا؟ هذا عامل او السن الكبير ديال اللعابه اللي كانوا تيلعبوا صراحه؟ يعني المنتخبات الكبيره بكل صراحه يعني ما تاثرش فيها العوامل هذه تاع الحراره والمناخ وواحد، لانه عليهم وعلينا جوار بروفيسيونيل. انت لاعب محترف لازم تكون قادر انك اليوم تلعب في جنوب افريقيا، الشهر الاخر تلعب في كندا عادي، مسابقات يعني متعودين على يلعب لك في اسبانيا وسيرتو عندكم تونس، يعني اغلبيه ديال اللعابه مولفين تيلعبوا في اوروبا، تيلعبوا في اوروبا، وكاين تقريبا النصف تيلعب في افريقيا، تيلعب المنافسات الافريقيه، يعني متعود على هذا، يعني هذا ماشي هذا، ولكن كان واحد التثاقل في الدفاع وكان فراغات، يعني المنتخب ديالكم ما كانش يعني لي بوست ديالهم ما كانش لي بوست ومحاولات المدرب في يعني فما تجارب يعملهم المدرب باش يجرب لاعبيه يعني في مراكز يعني متعودين بها، كيما الياس العاشوري. نعم، متعود يلعب على اليسار، ما عاد يروح كامل يلعب على اليمين باش مساكني، واللي هي معناها عندنا مشكله كبيره في تونس اللي هي يحكي عليها المعلق باسم اللي هي مهاجم. نحن مشكلتنا في تونس مهاجم، ما عندناش شكون يحط الكره في الشبكه، يعني ما عندناش شكون من يشتر فرصه يخلق فرصه. الاخ الكريم بغيت نسولك على التغييرات اللي دارهم المدرب. كانوا يعني واش يعني مدرب رقت دار تغيير على دقيقه 45 دخل عيسى العيدوني باش يصلح شويه المليون تيران. التغيير الثالث دقيقه 85 فات الفوت، يعني هذاك التغييرات ما عطاوش الاكل ديالهم، ما عملش تغيير، يعني ما كانش شي ما تتحسش بان الفرقه كانت بواحد النيفو، طلعات بحال يطلع النيفو، الريتم طلع شويه. حنا ملي كنا تنتفرجوا في الماتش كنشوفوا الماتش، يعني الوقيته اللي خص يكون النسق طالع والريتم طالع بحال اللي تيرجعوا وتيخسروا هذاك الريتم. انا تنظن انه كان الريتم يعني طلعوا الريتم
وبقاو غاديين في ذاك الريتم، كانوا يماركيو البيت. كانوا يماركيو دابا صحيح. المشكل كان تيطلع الريتم واحد شويه وتيوصلوا لوسط يعملوا الميدان فلوس. تتمشي لهم كره، يعني وسط الميدان كان عندكم غائب عندنا غايب. يعني ما كانش هذيك الكره اللي فهمتيني، واحد دينامو اللي تيفرق كره بالمصطلح ديالنا كيلوح الباس، صحيح، فهمتيني، صحيح. او تيلقمها، فهمتيني. اما ما لاحظناش، يعني لاحظنا فريق بحال اللي كان تيتسنى شي هجمه مرتده، ولاني هاد الخطه هذه والزمعه كتشوفوا بانها هي اللي غتصلح لكم بهاد، يعني في كوب دافريك ديال كوت ديفوار. واش يعني الخطه اللي مولف تيلعب بها تونس ما كتشوفوش بانها تقرات، وناميبيا عرفوا شنو كاين وعرفوا كيفاش يغلبوا مثلا؟ نفس طريقه اللعب، نفس التشكيله، نفس الاسبري، يعني جو، نفس التكتيك، نفس كل شيء في تونس. مش بدل حتى شيء. مش حكايه نفس التشكيله. تونس من عام 90 نعم تلعب بنفس اللعب، ديفونسيف، يستنوا الكره ثابته باش يماركي. كان 2004 كيفاه زينان نلعبوا 3 بيفو، 3 وسط ميدان دفاعي نعم. و4 ديفونسورات، ونستنوا المنافس يجي بعد نغدروه. تونس حياتها كل تلعب هكاك. اما تو منتخبات صغار ما عادش كره تطورت، ما عادش تقعد تستنى في المنافس يطلع لك ترانزيسيون. تو لازمك تصنع لعب، تو جوري التكنيك لازمهم ميليو تيران تصنع لعب، تخرج باسي دي تريونغل على اليمين على اليسار، لي زارير اليوم كشريده ما طلع حتى طلع، ما يخلقش سوبريتي نيميريك، ما طلع كشريده راق معناها صفر معلول كيف يعني ما ما تنجمش كاينش تصنع لعب، ما كاينش تصنع لعب. يعني الطريقه اللي تتلعب بها تونس يعني متجاوزه او تقرات عند جميع الفرق. عرفوا بان تونس الا ضغطتي عليها وضغطتي عليها مزيان ما خليتيلهاش فرصه تخسر، يعني تبلوكيها في بلاصتها، يعني تعمل عليها وهادشي 5 اللي 6 داروا، محاولات راك تجيب الهدف. وهادشي اللي تنشوفوا حنا بان ناميبيا دخلات بهاد ناميبيا اللي كما قلت لك يعني 10 دقائق الاولى الحاجه اللي خلاتها هي خذت علينا الثقه، خذت نعم. علينا نحن نقولوا بكوسي الهف. نعم لعبت معك 3 4 فرص وتساي. هذه تونس شنية هي؟ تشوف ناميبيا قبل ما تلعب يعني 10 دقائق الاولى كانت تونس حاضره، هذيك هي 10 حنا دقائق قلنا غادي نشوفوا تونس يعني وما تبقى من اللقاء يعني بقى كامل ناميبيا. بقى كامل ناميبيا هي اللعبه كل في العشر دقائق الاولى، والتغييرات اللي صاروا تغييرات تصليحيه مش باش نقدموا بهم في اللعب. نعم. التغييرات اللي صاروا يعني السؤال اللي يتطرح دابا هو ان تونس حنا تنشوفوها، وهذا السؤال نطرحوه لكم دابا ان شاء الله ملي نجوا الماتش الاخر ان شاء الله، ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله ونحاولوا نفسروا هذه المسائل. السؤال اللي تطرح بان تونس كتلعب هذه الخطه ديالها، شحال من مره بدات كوب دافريك بدات ناقصه وتتبقى غاديه والنسق تيطلع. يعني دابا مثلا المشكله هي بانها كانت تتبدا تعادل، دابا البدايات كتبدا تعادل ما كتبداش خاسره، فهمتيني؟ كيفاش كتشوفوا الماتش اللي جاي؟ يعني غيكون عندها ماتش صعيب، فهمتيني؟ وما عندها حتى شي نقطه، ويعني ما عندها شي حاجه اخرى من غير انتصار. صراحة كيف لكم الماتش الجاي؟ الصراحه المجموعه اللي طحنا فيها يعني احنا كان املنا يعني من ناميبيا باش يجيبوا منها 3 نقاط، لكن 3 نقاط اللي في بالنا يجيبوها من ناميبيا ضاعوا علينا. وهكا يعني تنجم تقول الامال انعدمت، يعني مش انعدمت لكن نقصت الامال في الترشح، خاطر بقيه المنتخبات اللي معنا في المجموعه قويه ولا معنا مالي وجنوب افريقيا. ما المشكله تونس ديما تاخذ بايها من المنتخبات القويه. صحيح، خاطر نحن كيما حكيت لعبتنا نستنوا الدفاع، نقعدوا في الدفاع، نستنوا كره ثابته، نستنوا ترانزيسيون، نستنوا كونتر اتاك ونماركوا. هذه كل فريق عنده واحد البصمه ديالو تيلعب بها. صحيح. تونس هذه هي الطريقه ديالها، يعني هذه بلا من بدون هذا. ولكن واش كتشوف بان الطريقه هذه هي اللي تصلح دابا في كوب دافريك؟ يعني واش غادي نقدروا ما تخليكش تهز كوب دافريك، ما تهزش كوب دافريك بالطريقه هذه، لان على ما تلاحظ بان تونس اللعب ديالها ثقيل ثقيل ثقيل. ولا جات شي فرقه اخرى تتلعب بسرعه وتتلعب بهذا غتلقاو مشكله كبيره. انا باش نقول لك حاجه نختموا بها الحديث نتاعنا. نعم. تونس مشكلتنا نحن في المنتخب نتاعنا هي الحسابات، هذا يلعب هذا ما يلعبش، هذا من الفريق الفلاني يلعب، هذا تبع الشخص الفلاني يلعب. هذا هي المشكله في تونس.
حتى المدرب اللي يجي مدرب جديد ما يخلولوش الحريه التامه 100% انه يعني يجيب كاين القائمه تدخل نتاع في الطاقم اللاعب. التقني، يعني كاينه اللي يلعب واللي ما يلعبش، صح. يعني ما كاينش واحد الحريه ديال صح، ما كانش هذه الإطار الحريه، التقني كيفاش. وهذا لازم يصير نعم. تغيير جذري يعني في التكتيك اللعب تاع المنتخب التونسي وطريقه اللعب واصلا تركيبه الجوارات وطريقه كل شيء يعني تغيير جذري. لازم نبنيو فريق كيف جديد من من الصفر. حتى عندنا جوارات صغار، نعم دي جون جوار، نعم. والجوارات القدوم كبروا. يوسف مساكني 33 سنه، نعيم 32 سنه، خزري يعتزل، معناها علي معلول ما عمل شيء 32 سنه، كلها كلهم كبار. تو لازم نعاودوا نبنوا فريق جديد للكوب دي موند ان شاء الله 2026 كوب دي موند 2030. ان كوب دافريك دابا لعابه، فهمتيني، ما نقدروش نهضروا على البناء يكون من مور كوب دافريك. لا هذه سيتجاوز. بالنسبه للعابه اللي عندكم في تونس، واش غادي يجاريو المقابلات اللي جايين ديال جنوب افريقيا؟ عندهم لعابه صغار وتيجريو سان داونز، كلهم في سان داونز يلعبوا. والفرقه الاخرى حتى هي نفس الديكور، يعني بان بان بحال اللي ولا كتاب مفتوح بالنسبه للفرق المنافسه ديالكم. واش تيبان لكم بان المنتخب ديال تونس غادي يغير التشكيله، ما يلعبش بنفس التشكيله، غيغير وغيدير تغيير كبير مثلا، او غادي يعتمد على اللعابه ديالو اللي كاينين ويحاول باش جلال القادري فاهمينه ساهل ياسر باش يبدل دوزاريير كي شريده ومعلول باش يخرجوا باش يدخلوا العابدي ويان فاليري، بما انهم ديفونسيف اكثر بالتالي خير دفاعيا خير من معلول وكشريد. وسط الميدان باش يقعد العيدوني وسخير، باش يزيد معاهم ريجيسور بالعربي صانع العاب، صانع ضرب الدارجه الدارجه يعني يفهمونا معناها. انا بالدارجه تنهضر. وكما قلنا باش نلعبوا على ترانزيسيون معناها هذيك لعبه تونس، ما عندناش النيفو تكنيك اللي عندنا يخولنا باش نلعبوا بالطريقه هذه. احنا بدورنا كنشجعوا المنتخب التونسي وبغيناه يزيد لقدام، فهمتيني، وينتصر ان شاء الله وطلعوا الفرق العربيه. على ذكر الفرق العربيه غتعطيونا غير واحد الملاحظه بسيطه على المنتخب ديال تونس، على موريتانيا وعلى الجزائر. كيفاش بانت لكم يعني هاد الدخله المتعثره ديال انا البارح تفرجت في الجزائر صراحه منتخب يعني ما نجمش نقول متكامل، لكن المنتخب قادر على المنافسه في افريقيا. قويه بريمير ميتون، المنتخب يصنع في هجمه ويحاول يعرف يعاود يصنع هجمه اخرى ويحاول وضيع المباراه ضيعها. عليكم اول حاجه السلام عليكم. الاخ يونس بغى ياكل يوسف بغى يقول واحد الكلمه تا هو مستاء مش باش نطول عليكم، مش باش نقعد نحللوا في الماتش هذا وذا. نعم انا نشوف المنتخب التونسي لازم مدرب يعرف كيفاش عندنا افكتيف، عندنا جوارات ما شاء الله، اما حكايه مدرب ما عندوش شخصيه، يعني تغيير المدرب يقعد لك 80 دقيقه باش يعمل لك اول شونجمون، ما يفهمش كوره هذا. وليني كيما دابا انت تتكلم على تغيير المدرب، وليني دابا حنا في الكان، واش فهمتيني، حنا في وسط الكان دابا شنو ممكن يدير هذا المدرب هذا؟ واش يعتمد على العناصر الشابه اللي عندها السرعه وعندها الفعاليه، ولا يعتبر على الخبره وهذوك الناس الثقال وهذاك الشيء وكيفاش يمشي؟ نحكيو على ترشح على خاطر في الكوب دافريك ديجا فما زوج جمعيات بركه يخرجوا، معناها ترشح بريسك مضمون تونس. نعم، اما ما نجموش نغزروا قدام، ما نجموش من بعد حتى كي باش ترشحوا دوزيام تور انا باش نتيحوا تصير شي معصه في المغرب، نربحوش المغرب خاطر المغرب باش تلعب لا تخلي التساء هما يتسناونا. لا كون هاني، شوف الركراكي قاريكم مزيان، الركراكي قاري فهمتيني، ما تخافش ولا 10 التالي لا دو بلوك لا شوف حنا قريناكم فهمتيني، عندنا الدراري اللي ناضيين فهمتيني. المهم المدرب حنا نهضروا على تونس دابا، حنا بغيناهم ما نتقابلوش معكم دابا، بغينا نتقابلوا معكم في الفينال، نعاودوا ان شاء الله 2004. نعم نتقابلوا مع المغرب، المغرب الاولى وتونس الثانيه نتيحوا ويتم. احنا ما بغيناش نطيحوا معكم دابا، ما نبغيوش، احنا نبغيو خاطر مش لا احنا بغينا نلعبوا معكم الفينال ان شاء الله فهمتيني، باش نديوه 2004. تبارك الله عليك. قول لي اخويا بالنسبه لمصر وشنو بان لكم مصر؟ واحد يعطينا كلمه ومن بعد هذا يعطيونا على مصر والجزائر. المنتخب التونسي كلمه واحده خاطر لازم نمشي، مازال عندنا زوج مباريات، فما
نلعبوا في افريقيا في درجه حراره مرتفعه في مع منتخبات قويه. هادشي ماشي عليكم نتوما، لا الناس الكل علينا كاملين. علينا دابا كاملين. تعطيني غير المفيد، دابا غير المفيد باش تكمل واحد خليه يتكلم. شوف عطيني كيف شوف انا نتكلم معك. تونس لعب مقابله ديالو، ولكن كتكتيكيا وهذاك الشيء كان خفق في بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء غادي يحلوه قنوات اخرى مختصين في التحليل وهذاك الشيء، ويعطيو اكثر واكثر. حنا تنعطيو على الاراء وكيفاش كنحسوا حنا كجمهور هنا عايشين في الالمان، كيفاش متبعين المنتخب وهذاك الشيء، كيفاش النظره ديالنا للمنتخب. دابا انت تكلمتي على تونس بان الاخ تكلم على المدرب، الاخ تكلم على التغييرات، انت تكلمتي على الخطه. هذا الشيء كامل حنا دابا في لافريك في الكان ديال الكوت ديفوار، هاد العوامل ديال الطقس وداك الشيء علينا كاملين. حنا تنشوفوا بان المنتخب ديال مصر تعذب بزاف، فهمتيني؟ كان داير هذوك الناس في كرشهم ثاني، ما احترمش الفريق كما ينبغي، صدق بقى يطلب التعادل يعني بواحد الشكل، يعني تتشوف اللعابه لسانهم خرج. فهمنا؟ نمشيو ثاني لتونس، نمشيو للجزائر. الماتش لعبوا بروميا ميطا عطاو لاطاك، ولكن دوزيام ميطا تشوف اللعابه تيجروا رجليهم، فهمتيني؟ نمشيو لموريتانيا شدات الماتش ديالها. تونس كون ما كانش هذاك كانت تتعامل مع زوج مباريات جايه، ولكن بالنسبه لتونس كتلاحظ بان بغاو يلعبوا بالخطه ديالهم، هذاك التنبر ديالهم، ولكن تتلقى بان دوك بحال اللي قراوهم. ناميبيا قرات تونس. دابا انت شوف اعطيني واحد الراي الشخصي على الفرق العربيه وعلى المنتخب ديال المغرب غدا غادي يلعب ان شاء الله، كيفاش كتشوفوه؟ وان شاء الله الماتش اللي جاي ان شاء الله. انا بالنسبه للمنتخب الجزائري عندي فيه امال كبيره. المنتخب المغربي كيف بالنسبه للمنتخب التونسي. لا دابا شوف المنتخب ديال الجزائر لعب. دابا حنا غنشوفوا المنتخب ديال المغرب. شنو تيبان لك انت المنتخب ديال المغرب كيفاش غدا غادي يلعب؟ واش غيكون ما نجمش نعطيك راي خاطر مازلت ما شفت حتى شيء مزيان. اوكي الاخ الكريم. بالنسبه لي انا المغرب هذا الجروبس ستيج حاجه سهله، ما نتصورش باش تلقى صعوبه. حتى ما يسهلش الافريق. حنا دابا انت رجعتي لنفس الفكره، ما احترمتش المنافس. جست حاجه واحده، انك كل منافس تعطيه قيمته، معناها مش تدخل كانك تشوف ان المنتخب المغربي تلعب مرتاح، راه غادي يلعب بحال لا يلعب مع فرقه كبيره فرقه صغيره، غادي يلعب اللعب اللي خصو يتلعب كيما لعب في كاس يعني ما نحقروش ونقولوا الفرقه كيما لعب البلجيكا باش يلعب. بالنسبه للمغرب هادو دروس كياخذهم قبل ما يلعب الماتش ديالو تماما ياك. الاخ الكريم. المغرب المرشح الاول الفوز بالكان السناء، المرشح الاول. اي شيء تحت النهائي يعتبر فشل بالنسبه للمغرب الشقيق. ان شاء الله غدوه نشوفوا كيفاش التكتيك والتكنيك تاعكم. نعم. لا انا نهضر معك لان انت طرقتي لواحد الفكره، هي بان المغرب رابع كاس العالم وهذا ما شاء الله خصو ولا بده يغلب. احنا مرشحين فعلا، ولكن احنا بحالنا بحال الفرق اخرى تا هما مرشحين، واللي مشينا بان المغرب خصو يغلب ولا بد راه مشكله، راه كنديروا واحد الضغط كبير. الضغط هذيك المشكله نتاع المغرب، هو اللي تيخلي اللعابه ما تيدخلوش متحرين، خصهم يلعبوا اللعب اللي خصهم يلعبوا. حنا تنشوفوا بان المنتخب المغربي او الركراكي مثلا، الركراكي عنده خطه ديالو، يعني هذه شحال ملي كنا تنلعبوا مع الفرق الاوروبيه وداك الشيء تلقاو بان تنخليو الفريق الاخر يلعب، وحنا فهمتيني. دابا حنا مطالبين باش نلعبوا تلعبوا تعملوا لعب، حنا نلعبوا لعب المنتخب. الماتشات غيكونوا قاصحين، يعني الا خرج تعادل انا تيبان لي الا خرج تعادل او غلب، يعني تعادل مزيان ولا غلب غيكون احسن. هادشي تيبان لي انا. وانت شنو تيبان لك؟ لازم تربح، انت باش تخوف المنافسين، خاطر الناس كل خايفه من المغرب. في الكان كوب دافريك كل الفرق خايفه من المغرب، الفريق خايف منه هي المغرب. وليني راه المنتخب المغربي راه كتاب مفتوح، راه كلشي يقراه، واش فهمتيني؟ راه اي فرقه صغيره تلعب عام ماتش مع المغرب تتقول راه لعبت مع الكاتريام ديال الموند، فهمتيني؟ يعني الا غلبته او تعادلت معاه راه شي حاجه كبيره او لا. بالنسبه
احنا توا لازم نمشيو صراحه. واخا مرحبا تبارك الله عليكم. بالنسبه للمنتخبات العربيه دخلتيها نتمنى هي؟ لهم كامل التوفيق إن شاء يعني والتفوق شكراً. في المسابقه الافريقيه. وي بالنسبه للمنتخب التونسي المباراة الجاي لازم نتعامل معهم بالخبره، خاطر الظروف صعيبه، ما نجمش يعول على اللاعبين الجدد ولا يعمل على اللاعبين الجدد، خاطر الظروف صعيبه ولازم يتعودوا اللاعبين باش يلعبوا في ظروف هذيا. نجم يكونش مثلا يعمل محاولات في الهجوم، يجرب لاعبين صغار يعطيهم فرصهم في الهجوم، لاعبين سريعين، وواحد في الوسط يكون اكتيف. مثلا عندنا حنباع المجبري اللي هو احنا نهضروا على اللي كاين، ما جاش للكان لكن هو كان لو كان يجي يكون موجود. احنا ما نهضروش على الاول، احنا كما تكلمنا دابا احنا التشكيله فيها 27 لاعب فهمتيني، كاينه هذيك 27 لاعب يعني انت كتشوف فيها بانها خصها تبدل الخطه ولا تبدل شي حاجه. المهم بدل الخطه حاليا غير ممكن، خاطر نحن في خضم المسابقه تو. لو فما تغيير لازم يكون تغيير جذري على سنوات قدام. حلنا باش نكملوا نتجاوزوا المرحله هذه هي ان نتعاملوا معها بالخبره، اكثر لا واقل لا. واخا خويا شكرا بزاف، وشكرا ان شاء الله نكونوا معكم في الماتش الجاي، نكونوا حاضرين، وان شاء الله الفوز للفريق التونسي. وديما تونس وديما العرب كاملين والمغرب كل شيء ناشطين. ولا عندنا كيف. تبارك الله عليك، شكرا. الله يخليك.